اهلا بيكم. من فتره كده كنت عملت شورت عن فني في مركز صيانه مشهور جدا اتمسك وهو بيقلب في الداتا بتاعت العملاء. انتوا عارفين طبعا حساسيه الموضوع ده، وعارفين ازاي ان موبايلاتنا دلوقتي عليها كل حياتنا تقريبا، صورنا وفيديوهاتنا، بياناتنا الشخصيه، وما ينفعش حد يقلب فيها اذا كان فني في مركز صيانه او اذا كنت مدي موبايلك لاي حد حواليك. واكتر حاجه طلبت مني في التعليقات ان انا اعمل فيديو تفصيلي للاعدادات باللغه العربيه. النهارده هنشرح بالتفصيل كل الاعدادات باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. بس يا ريت قبل ما نبتدي تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في كل مكان. انا يحيى ناجي، وبسم الله نبتدي. في الايفون هتدخل على السيتنجز او الاعدادات، وبعدين هتدخل على تسهيلات الاستخدام او accessibility، وبعدين هتنزل لتحت لحد ما تدخل على Assistive Access أو الوصول المساعد. أول ما هتدخل هتضغط على إعداد الوصول المساعد أو Setup Assistive Access، وهتضغط على متابعة أو Continue. هتضغط على متابعة تاني، وهتختار هنا هل الأيقونات هتظهر معاك مربعات ولا صفوف. أنا هختارها هنا مربعات، وهضغط على متابعة. في الاختيارات دي أنت هتختار بس الحاجات اللي أنت عايزها تظهر للشخص اللي قدامك. أول حاجة أنا هختار المكالمات، وهتبتدي تختار من المكالمات بالظبط اللي أنت عايز الشخص اللي قدامك إن هو يستقبل. أنا هختار إن هو ممكن يستقبل أي مكالمة من أي شخص، وهضغط على متابعة. وبعدين ممكن اختار كمان ان هو يعرف يستخدم الكاميرا، ممكن يصور صور او فيديو، ملهاش اي علاقة ان هو يدخل الجاليري. وهضغط على متابعة. تضغط على متابعة تاني، وبعدين هتضغط كونتينيو تاني، وهتبتدي تدخل البين كود بتاعك. انا هنا هدخل 4 اصفار. هتعيده تاني، ولو انت عايز الايفون ان هو يعمل ريكفري للباس كود بتاعك في حال ان انت نسيته، هتضغط على تعيين حساب ابل الخاص بالاسترداد. انما في الحالة دي انا هختار نوت ناو او ليس الان، وهضغط على متابعة. كده جهازك جاهز. هتضغط على بدء استخدام الوصول المساعد او Start Using Assistive Access، وهتدخل البين كود اللي انت لسه عامله. هياخد حوالي 30 ثانية، وهيبتدي يفتح لك الشكل اللي انت شايفه ده. خلاص، هي المكالمات والكاميرا اللي مفتوحة. ولو عايز تطلع من الخاصية هتضغط 3 مرات على الزرار اللي على اليمين، وهيبتدي يخيرك عايز تدخل على الإعدادات، ولا عندك حالة طوارئ، ولا عايز تخرج من الوصول المساعد. أنا في الحالة دي هختار الخروج من الوصول المساعد. هبتدي أدخل البين كود تاني اللي أنا عملته، وهيخرجني تماما من الخاصية. طب لو عايز ألغي الخاصية أصلا من على الموبايل، بدخل تاني على الإعدادات، وبنزل تحت لنفس الإعدادات اللي أنا دخلت عليها. هدخل على تسهيلات الاستخدام، وبعدين هنزل تاني للوصول المساعد او الاسيستيف اكسس. هنزل تحت خالص واعمل ريسيت اسيستيف اكسس او اعاده تعيين الوصول المساعد، وهضغط على اعاده تعيين الاعدادات او ريسيت سيتنج. كده هيرجع كل حاجه زي ما كانت زي الاول بالظبط. اما بالنسبه لسامسونج فهندخل على الاعدادات، وبعدين هننزل تحت لحد ما نلاقي العنايه بالجهاز او ديفايس كير. هنضغط عليها. هننزل تحت خالص هنلاقي وضع الصيانه او مينتننس مود، وهنضغط على تيرن اون او تشغيل. هنضغط تاني على إعادة تشغيل أو ريسات، وهندخل البين كود بتاع الجهاز نفسه. الحلو هنا في الموضوع ان هو هيشتغل اوتوماتيك، هياخد حوالي دقيقتين وهيعمل ريستارت للجهاز، وهيبقى الاكسس بس على الاعدادات زي ما هنشوف دلوقتي. دلوقتي جاري التبديل الى وضع الصيانة. لو دخلت دلوقتي على الجهاز ودخلت على الصور هتلاقي ان ما ينفعش تدخل عليها، ولو دخلت على المسجات مثلا هتلاقي برضو ان لا يمكن استخدام الرسائل الا بواسطة مالك الجهاز. في السامسونج مش لازم تحدد له، هو بيقفلها من نفسه. ولو عايز تلغي الخاصية هتدخل برضو على سيتنجز، هترجع تاني تدخل على العناية بالجهاز او ديفايس كير، هتنزل تحت خالص للمينتننس مود، هتعمل اكزit او خروج، وهتعمل ريستارت او اعادة تشغيل. هتدخل البين كود بتاع الجهاز نفسه، هيعمل ريستارت للجهاز، وهترجع كل حاجة زي الأول تاني. بس كده. وفي آخر الفيديو يا ريت تقولي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتبعت الفيديو ده لأي حد محتاجه، عشان أنا متأكد إن ناس كتيرة قوي ما تعرفش المعلومة دي. وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت عشان فيها حاجات كتير قوي ومعلومات كتير قوي هتفيدك. شكرا جزيلا، وسلام.